بيجبر بخاطر المذنب الراجع لربنا سبحانه وتعالى. كان عبد الملك بن مروان بيخطب الخطبة فيقول: إلهي إن لي ذنوبا عظيمة وإن صغير عفوك أعظم منها، فاللهم اعفو بقليل عفوك عن عظيم ذنبي. كأنه بيقول له: يا رب أجبر بخاطري، خاطري مش هينكسر مهما كانت ذنوبي كبيرة، لكني جاي وواقف على بابك. هذا التعلق باسم الله الجبار لما تكون محتاج أي حاجة وانت متأكد إنه يجبر بخاطرك في احتياجاتك النفسية واحتياجاتك المالية. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال يا رب، اللهم امين. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو عملته معاكم. يوم جديد وروتين جديد، وان شاء الله كده يعجبكم وكمان تلاقوا فيه افكار تستفيدوا منها. نبدأ بسم الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. اللهم ارحم امي وجميع موتانا والعالم كله يكون بخير يا رب العالمين. حبيت بقى كده اول حاجه ابدا معاكم اليوم بالفطار بتاعنا. وعايزه اقول لكم يعني بصراحه دي صدفه يا بنات، لما بعمل فطار يعني غالبا قوي يعني في اكتر الايام احنا مش بنفطر. ممكن مثلا نعمل كوبايه شاي بلبن وسندوتش، اي حاجه خفيفه كده على الصبح. فالنهارده بقى يعني كانت طالبه بصراحه معانا كلنا فطار وكنا متجمعين مع بعض في البيت. فعملت كده طبق فول بطماطم وكمان كده طبق جبنه قريش. بنحبها قوي بصراحه بالطريقه دي، يعني بقطع عليها كده طماطم وفلفل وكمان بحط عليها بقى زيت وكمون وبتبقى تحفة يا بنات. يعني لو مش بتحبوا الجبنة القريش صدقوني هتاكلوها بالطريقة دي. وطبق الفول بالطماطم برضو كان حلو جدا جدا. وكان عندي بقى نص بطيخة كده وبرضو قطعت قطة وحمرت بطاطس. وبس كده، ده بقى كان الفطار بتاعنا النهاردة. كلها حاجات كده سهلة وبسيطة، فيعني ما حبيتش ان انا اصورها معاكم. المهم بقى كده يعني فطرنا الحمد لله ودخلت بقى على الهم التقيل. بصوا، كنت قبلها بيوم بالليل يعني كنت شايله بقى السجاد والكفر. هما بصراحه يعني ما كانوش متبهدلين قوي، بس انا حاسه كده ان انا مش مرتاحه يعني. عارفين بقى احساس لما تكونوا حاسين بقى بتراب ببهدله، حتى لو السجاد نضيف. فلا قلت لا انا هشيلهم، سواء بقى يعني يعني هنضفهم كده او يعني اللي هو على الناشف ده يا بنات، بخل بقى وكلوريكس الوان وكده، او ممكن اغسلهم. بصراحه لسه مش عارفه، ان شاء الله طبعا هشارككم هعمل ايه من خلال طبعا الفيديوهات الجايه، بما اننا بقى داخلين يعني على المدارس بقى والشتاء باذن الله وكده. فقلت يعني انا كده كده يعني خلعت بقى الستاير، وطبعا الدنيا كانت متبهدله عندي طبعا بسبب الغاز الطبيعي بقى والتراب وكده. فقلت بالمره بقى اشيل السجاد وانضف الشقه كلها. المهم يا بنات، خلعت الستاير بقى زي ما قلت لكم كده، وطبعا حطيت بقى كل الدبابيس بتاعتها كده في يعني في علبه كده صغيره علشان طبعا ما تتوهش مني. وبدأت بقى اليوم بتاعي بصراحة كده بعد الفطار على طول بغسيل الستاير، لان يعني عندي كمية غسيل تانية في اليوم ده. كان عندي غسيل كتير قوي ومحتاجة بقى ان انا اشغل الغسالة بصراحة اكتر من دورة. فبدأت كده بالستاير. وانا بحب طبعا زي ما قلت لكم قبل كده يعني احط المسحوق جوه الغسالة. ده بيخليها تنضف اكتر، بيخلي الغسيل ينضف اكتر وبيحافظ كمان على الالوان. وبس كده سبتها بقى شغالة على برنامج الستاير بقى والملايات وكده. وكنت جبت بقى معاكم في فيديو مشتريات الشهر كل حاجة طبعا في الفيديو اللي فات، ما عدا الرز ده طبعا عشان كنت ناوية زي ما قلت لكم اشتري شكارة. بصراحة يا بنات بجد حلوة قوي في البيت، من اكتر الاساسيات اللي لما بتكون عندي بكون مرتاحة. جبت شكارة كده 10 كيلو رز كامولينو اللي هو نضيف قوي قوي فوق ما تتخيلوا. بجد الرزية جميلة جدا جدا على سعره، وعاملة 250 جنيه. يعني تقريبا كده كيلو الرز جوه الشكارة ب25 جنيه. كان في طبعا سعر أقل من كده بكتير، كانت الشكارة عاملة اللهم صل على سيدنا محمد 10 كيلو برضو ب220 وفي ب200. بس بصراحة الرز ما كانش نضيف وما عجبنيش خالص، وكمان حسيت ان حباية الرز بتاعته كده كانت مكسرة. لكن ده ما شاء الله هوريهولكوا دلوقتي الرز فيه نضيف جدا وكمان لونه ابيض كده وفاتح. وبصوا ما شاء الله جميل جدا، يعني مش محتاج حتى ان احنا ننقيه. يعني تاخدي الرز كده على الغسيل والطبخ على طول. عايزه اقول لكم انا كنت ناويه بصراحه اجيب شكاره 25 كيلو، بس انا قلت برضه استنى شويه يكون الجو بقى يعني بقى طري اكتر من كده ورطب اكتر من كده، بحيث بقى ان الرز بقى ما يربيش لا سوس ولا دود ولا حاجه. بس بجد الرز في البيت من الحاجات الجميله جدا. حاولوا بجد يعني خصوصا بقى ايام الدراسه وطبعا مع دخول بقى الشتاء تجيبوا كده الرز شكاير، بيوفر يا بنات كتير قوي. وما تقلقوش يعني ان شاء الله الجو بقى خلال الايام الجايه هيبقى حلو
يعني الرز متقلقيش مش هيجراله اي حاجة، بس حقيقي ستر وبركة يعني ما شاء الله جميل في البيت. المهم اخدت كده يعني هحط بقى في علبة الرز كده على قد طبعا استخدامي طول الاسبوع، يعني على قد قصدي العلبة ما بتاخد. ولان ده كمان بيخليني ببقى يعني باخد بنظام شوية. الكوباية بنات او معيار الرز عموما بيخليكي كده يعني اللي هو تستهلكي كده يعني بحكمة شوية، غير طبعا اما بيكون قدامي كيلو رز كامل باخده اطبخه على طول. لكن الكوباية ببقى عارفة مثلا بستخدم النهاردة كوباية رز كوبايتين رز، فبصراحة ده بيوفر معايا وبيخلي الرز يقعد معايا وقت كتير. التلاجة بقى حرفيا يعني بصوا ما كانش عندي اي حاجة. كان حصل معايا كده شوية تعب يعني الحمد لله على كل حال خلال الاسبوع اللي فات. فبصراحة يعني ما جبتش بقى خضار ولا شاركته معاكم الاسبوع ده زي كل مرة. المهم يعني بنتي كده كانت في الدرس وراجعة على البيت، فكلمتها كده قلت لها تجيب لي معاها طماطم وبطاطس وفلفل، شوية حاجات بسيطة كده لحد بإذن الله كده يعني أول الأسبوع أبقى أجيب بقى طلبات الأسبوع بتاعتي. المهم جابت لي 2 كيلو كده طماطم و2 كيلو بطاطس، وكمان كيلو كده فلفل من الرفيع. واللهم صل على سيدنا محمد، يعني الأسعار بجد الله المستعان على كل حال. قلت لها كمان تجيب كده كيلو بتنجان، بس مش عارفة هي تقريبا جابت 3 كيلو ولا 2 كيلو. جابت الكمية دي كلها، بس يعني عادي هو أصلا رخيص، يعني الحاجة الوحيدة اللي رخيصة البتنجان. هي جابت تقريبا الكمية دي كلها ب10 جنيه. وجابت لي كمان اللهم صل على سيدنا محمد ليمون برضو نص كيلو، سعره حلو قوي بصراحة اليومين دول. يعني لو عايزين بقى تفرزوا كده شوية او تعملوا مخلل، بصراحة ده وقته يا بنات حلو قوي. انا بحطه بقى في كيس. بس الاول هي يعني بوريكم هنا جابت لي كمان كيس ملح كده من الكبير ده. انا بحب الملكة، بس هي جابت لي بونو ده بس برضو يعني حلو، يعني جربته قبل كده برضو كتير وحلو قوي. نرجع بقى لليمون. بمناسبة الليمون بصراحة يعني لو عايزين تفرزوا كمية رمضان ان شاء الله او للشتاء فرزوا من دلوقتي، لان الليمون بيغلى جدا في فصل الشتاء. طيب هتفرزوه ازاي؟ بصوا انا بفرزه زي ما هو كده. طبعا بغسله كويس قوي قوي وبنشفه بقى في فوطة المطبخ، وبجيب بقى كيس من اكياس التلاجة عادي خالص وبعبيه في الكيس وبحطه في الفريزر. وقبل بقى ما بستخدم كده بحوالي مثلا ربع ساعة، عارفة ان انا مثلا هحتاج ليمونة بطلعها كده قبلها بربع ساعة وبسيبها تفك. والله يا بنات ما شاء الله بجد بيقعد معايا طول السنة، كأن الليمون طازة كده وفريش ولسه شارياه. وبرضو كده يعني عاوزين برضو نعمل شوية مخلل ليمون، لان بصراحة هو ده يومينه رخيص جدا جدا وجميل. يعني الليمونة كده حلوة ومليانة كده مية من جوه وجميلة. بمناسبة بقى الطماطم والبطاطس، فجابت لي الاتنين كيلو طماطم الكيلو ب30 جنيه، وزي ما شفتوها والله مش حلوة خالص. و2 كيلو بطاطس ب25 جنيه. يعني بطاطس وطماطم بس يا بنات تقريبا ب110، غير طبعا البتنجان بقى والفلفل. يعني بجد الله المستعان على كل حال. انا مش عارفة بصراحة هي الاسعار غالية ليه كده، او الطماطم والبطاطس يعني هما يعني قولولي كده في التعليقات هي عندكم بنفس السعر ده ولا عندي انا بس. انا بجد مستغربة سعرها قوي، خصوصا الطماطم يعني ازاي سعر الكيلو يبقى ب30 جنيه؟ بجد حاجة صعبة قوي. الله المستعان على كل حال. ربنا يا رب يرحمنا برحمته يا رب، اللهم امين. المهم بقى هنا جبت المنظمات وبدأت كده احط فيها الخضار. ويعني انا بصراحة بحب اغسل الخضار قبل ما احطه في التلاجة، بس عايزة اقول لكم ان الجو حر جدا وده بيخلي بقى اي خضار مش بيكون له روح خالص ولا بيستحمل. طبعا غير الشتاء الحاجة كده يعني بيكون لها عمر اكتر وبتستحمل معاكي اكتر. فطبعا هي بتكون جاية بقى في الصيف من الارض على طول او من الزرعة بتاعتها. يعني طبيعي بيكون عليها مادة حافظة، فلو غسلناها مش بتستحمل خالص. فانا حطيتهم كده زي ما هما. وطبعا هنبه بقى على ولادي او يعني اي حد كده ياخد حاجة من التلاجة يخلي باله طبعا ان هي مش نظيفة وياخدها يغسلها على طول. اهم حاجة بقى انك نسيتي تصلي على الرسول وكمان تحطي اللايك الحلو بتاعك. انزلي يلا اعملي لايك ورجعي كملي الفيديو معايا. بصوا يا بنات هوريكم بقى دلوقتي اللهم صل على سيدنا محمد. كنت في سوبر ماركت كده وبصراحة كنت يعني في مشوار وانا معدية كده قلت اجيب التموين بتاع الشهر. زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات احنا بناخد ازازتين زيت وكيس سكر وكيس شعرية او كيس مكرونة. بس انا دايما يعني بفضل بصراحة اجيب كيس شعرية لان هي احسن بكتير من المكرونة بتاعت التموين. لقيت كمان يعني السوبر ماركت عامل عرض حلو قوي. وانا بحب بقى زيت سلايد زي طبعا ما انتوا عارفين، او طبعا متابعيني حبايبي كده الغاليين عارفين ان انا دايما بحب الزيت ده. فلقيت الازازة الصغيرة دي
اللي هي اللتر عاملة 55 جنيه. فقلت اجيبها كده واشيل الكبيره طبعا اللي جبتها معاكم الفيديو اللي فات واستخدم دي الاول. وعايزه اقول لكم ان ما شاء الله بجد يعني الزيت سعره نزل كتير كتير عن الاول. كل انواع الزيت هتلاقيها رخصت كتير قوي، فهي بجد فرصه حلوه. لو حابين طبعا تجيبوا مثلا كام ازازه كده، او تقدروا تجيبوا كميه وتشيلوها، لان طبعا احنا يعني ربنا يبلغنا يا رب رمضان جميعا كده واحنا بخير، بنستهلك كميه زيت كتيره. فبجد يعني حاولوا كده كل مادة تجيبوا مثلا ازازة او ازازتين، لاني عالم برضو الفترة الجاية الاسعار هتبقى عاملة ازاي. جبت كمان اللهم صل على سيدنا محمد، جبت كيس لبن بخيره، علشان كمان عايزه اعمل معاكم النهارده ان شاء الله حاجه حلوه كده واشاركها معاكم. وفي نفس الوقت كده لقيت برضو عرض قمر كده على كل انواع المكرونات. اي كيس بقى من دول كده كان ب10 جنيه. طبعا يعني دي مكرونه لمتنا غنيه طبعا عن التعريف، حلوه قوي بصراحه. والحلو فيها كمان ان الكيس وزنه نص كيلو، وطبعا موجود بقى كل الاشكال والانواع منها. بس انا يعني اكتفيت بقى باتنين، اللي هو اسباجيتي واتنين شعرية وكمان اتنين هلالية، عشان طبعا كنت شاركت معاكم برضو في مشتريات الشهر، لسه كنت جايبة طبعا مكرونة سايبة كتير في الفيديو اللي فات. فقلت ان شاء الله بقى لو لقيت العرض ده يعني لسه شغال الشهر الجاي، ابقى اجيب كمية كده حلوة. وبس كده بقى هشيل كل حاجة كده في مكانها، علشان يعني افضي بقى الرخامة والدنيا حواليا علشان ابدأ بقى اعمل الغدا. بس الاول كده قلت افضي برضو اللهم صل على سيدنا محمد السكر والمكرونات كده في المنظمات، عشان انتوا عارفين أنا مش بحب اسيبها كده في الاكياس، وبحس ان هي كده يعني ايه منظمه وهي محطوطه في المنظمات بتاعتها. بس الاول كده فضيت السكر الفاتح، كانوا حبه كده متبقيين عندي علشان بقى احط السكر الجديد. بس مش عارفة يا بنات هو ليه وحش قوي كده الشهر ده، مش عارفة، هو التموين بجد صعب جدا جدا يعني. السكر حبايته خشنة قوي، وتحسي كده ان الحباية بتاعته كبيرة. وطبعا انا جربته بعد الفيديو مش بيحلي خالص بجد، اول مرة اجيب سكر ويكون غريب بالشكل ده. نسيت اقول لكم كمان، وانا كنت بشتري برضو التموين، السكر بتاع الدعم برضو الشهر ده الراجل قال لي خلاص هو اتشال وما عادش بقى موجود تاني. هو تقريبا كده يعني مش هيبقى فيه تموين اصلا الفترة الجاية، فبجد الله المستعان على كل حال. المهم كده حطيت بقى المكرونات وكل حاجة كده في مكانها، وعشان طبعا افضي الدنيا عليا كده علشان الرخامة تبقى فاضية واعمل غدا بقى والدنيا كده رايقة. اللهم صل على سيدنا محمد. جبت كمان ازازة الزيت، وكانت كده يعني حبيت افضي فيها، قلت املاها برضو كده معاكم لانها كانت فاضية. بصراحة يعني زعلت قوي علشان الازازة التانية اللي انا كنت جايبة اتنين مع بعض، واحدة للزيت وواحدة للخل. بس لقيت التانية كده واقعة على الرخامة مكسورة، الحمد لله طبعا على كل حال. بس الاتنين كانوا جمال قوي جنب بعض وشكلهم حلو. فباذن الله برضو يعني ان شاء الله خلال الفترة الجاية احاول بقى اجيب ازازتين كده عاجبيني باذن الله، على اساس برضو يبقى واحدة للزيت وواحدة للخل، واخلي دي بقى لاي حاجة تانية. الحلو في ازازة الزيت دي كمان انك بتوفري في استهلاكك بجد للزيت. يعني بالنسبة لي بقى لما بكون ماسكة ازازة الزيت وبفضي منها كده على طول، ممكن افضي نص الازازة في الطاسة. اول حاجة طبعا اللي بحط فيها زيت، بس الازازة دي بصراحة حلوة يعني بتخليكي كده تتحكمي، خصوصا بقى ان هي ضيقة وبتنزلي بقى حبة بحبة وكده. وبس كده حضرت بقى الغدا بتاعنا، وعايزه اقول لكم يعني الغدا بتاعنا النهارده ما فيهوش حاجه صعبه خالص، هو سهل جدا. يا دوب كده سلقت فراخ، وبعمل كده بقى شويه رز بشعريه، وهحمر بطاطس. حتى بصراحة يعني كنت عايزة اعمل اي خضار، بس يعني اليوم ده كان الجو حر وصعب قوي، وكان الخضار بصراحة هيبقى تقيل جدا. واحنا يعني جربت اعمله قبل كده لما بيكون بقى يعني في فصل الصيف بقى في يوم بيكون جو حر وكده، لا بصراحة مش بيتاكل خالص وبيترمي، طبعا الحاجة غالية وحرام طبعا ان احنا نرمي حاجة. فقلت خلاص انا هحمر شوية بطاطس كده مع الرز بشعرية والشوربة والفراخ، وكده يبقى الغدا بتاعنا يعني زي الفل. وعايزه اقول لكم يا بنات يعني انا بسلق الفراخ بقى بالطريقه العاديه بتاعت ماما طبعا او امهاتنا. ماما الله يرحمها كانت يعني بتعملها بطريقه كده بسيطه وجميله، بس بجد يعني كنت باكل من ايديها احلى شويه شوربه. بغلي الميه وبنزل بالفراخ، ولما بتغلي بقى بشيل الريم من على الوش، وبعدين بقى بحط البصل والحبهان طبعا وورق لورا، وكمان بقى اول ما بتدخل في السوا كده بحط الملح ومعلقه سمنه بلدي، وبس كده بتبقى تحفه، بتديني شويه شوربه بجد زي العسل. هنا خلاص الرز برضو بحب كده يعني اشوحه كده تشويحة قبل ما انزل بالمية، الحركة دي بتخلي الرز مفلفل كده وما بيعجنش، وبيبقى طعمه جميل. عايزة اقول لكم ان كمان بحب يعني اوقات
مع الشوربة اعمل الرز اللي هو حبة وحبة، برضو بيبقى حلو جدا جدا مع مع اي شوربة بصراحة، يعني احنا كمان بنحبه. بس النهاردة كده كنت عايزة يعني الاكل بقى يخلص بسرعة، ف حمرت الشعرية كده وعملت الرز على طول. هسيبه بقى يستوي كده يعني مع نفسه. وهنا بقى الفراخ كانت خلاص يعني استوت معايا وبقت زي الفل. هحط بقى الملح كده، وزي ما قلت لكم انا مش بحط الملح في الاول طبعا، لان ده بيخلي الفراخ تغيب في السوا. الرز كمان كان اتشرب معايا خلاص كده الحمد لله. والفراخ بقى اول ما بحس ان هي استوت معايا بخرجها بقى من الشوربه، وبهدي بقى النار وبسيب الشوربه كده تاخد وتدي مع بعضها كده على نار هاديه. بصراحه الخطوه دي بتخلي الشوربه تبقى يعني تقيله كده وطعمها جميل جدا. بس طبعا لازم تشيل الفراخ اول ما تحس ان هي استوت معاكي، علشان كمان ما تتهريش كده جوه الشوربه. وبس كده الحمد لله. طبعا يعني كان ده الغدا بتاعنا سهل كده وجميل. قطعت كده بطاطس علشان هحمرها، وحمرت كمان الفراخ. وده كان بقى الغدا بتاعنا، سريع كده وبسيط وطعمه جميل وبسيط خالص. اتغدينا بقى الحمد لله، وغسلت المواعين عفوا. ومسحت بقى البوتاجاز، وطبعا ريحت شويه. يعني عايزه اقول لكم ما قمتش بقى على طول عملت حاجه حلوه، لا بصراحه انا كده ريحت شويه وشربت طبعا شاي، وقعدت كده شويه على تليفوني. وبعد كده قلت بقى ايه، يعني عايزه اعمل حاجه حلوه. كنت ناويه بصراحه يعني اعمل حاجه حلوه نشرب بيها الشاي، بس ما لقيتش عندي بقى غير بيضه واحده بس. فقلت برضو يعني هتصرف وهعمل اي حاجه. بدور بقى في التلاجة كده، لقيت اني كنت جايبة كده الشوكولاتة دي، شوكولاتة خام ولسه طبعا ما استخدمتش منها اي حاجة. فقلت خلاص انا بقى هعمل صينية كيك بالشوكولاتة وكده صغيرة. وكده كده انا مش بعملها ببيض كتير، هي بيضة واحدة بس او اتنين، وبعمل صينية لذيذة وجميلة جدا. المهم حطيت كده كوباية الا ربع من الزيت علشان هعمل صينية كده صغيرة. اللهم صل على سيدنا محمد. لكن لو هتعمله كبيرة بحط كوباية كاملة. وفي نفس الكوباية هحط كده كوباية لبن او حليب، وبرضو سكر. يعني بعاير المقادير يا بنات كلها بنفس الكوباية. وبحط بقى حوالي كده نص كوباية شوكولاتة، اللي هم 4 معالق تقريبا كبار. وهضرب بقى كل الحاجات الجميلة دي مع بعضها كويس اوي لحد السكر ما يدوب مع اللبن والشوكولاتة. عايزه اقول لكم بجد صينيه الكيك دي بتبقى لذيذه وجميله جدا، يعني انا بعملها كده في وقت الزنقات. لانها اقتصاديه وما فيهاش اي تكاليف، هي بيضه واحده بس. طبعا يعني الدقيق بيبقى موجود عندنا في البيت، الزيت، الحليب، فكلها حاجات سهله وبسيطه. فبجد جربوها، انا متاكده ان هي هتعجبكم قوي. وبس كده ضربت بقى كل الخليط كده مع بعضه، وهنقص بقى منه كده كوبايه، عشان دي بقى اللي هتبقى الصوص اللي هحطه على الشوكولاته. طبعا لو حابة بقى تحطيه كده على طول هتدخليه التلاجة، وده هيبقى اللي هتحطيه على الوش في الاخر. بس انا طبعا هتقله شوية عن كده، وعشان يبقى كمان يعني يبقى تقيل كده وجميل. المهم حطيت بقى كده البيضة، ومعاها طبعا كيس الفانيليا علشان طبعا ريحة البيض. هي كده كده بيضة واحدة بس، فبرضو لازم برضو يعني نحط. والمفروض بقى ان انا كنت هنا حطيت معلقه خل، بس بصراحه انا نسيت خالص خالص. عايزه اقول لكم يا بنات معلقه الخل بجد فظيعه في اي صينيه كيك، سواء بقى الكيك العاديه او الكيك الشوكولاته. بجد بتخليها عاليه وجميله، وبتضيع كمان ريحه يعني زفاره البيض خالص. ضربتهم بقى مع بعض كده مع البيضه زي ما اتفقنا. وبس كده. في الوقت ده بقى طبعا عايزه اقول لكم ان انا يعني هركن بقى المضرب كده وهروح اشغل الفرن على طول. انا بشغله قبل ما ببطن الصينيه على طول، او قبل ما بحط الدقيق على الخليط. قبل اي حاجه طبعا هبطن برضو الصينيه بحته سمنه كده ورشه دقيق. وطبعا بتنفضيها من الدقيق كويس قوي. بس عايزه اقولك لما بتبطنيها في الاول كده قبل ما طبعا يعني ما تكملي بقى بقيه المكونات، ده بيخلي بقى الصينيه كده يعني ايه ترتاح، فاهميني؟ بحيث انك لما تقلبي منها صينيه الكيك او تخرجي كده القطعه مش هتلاقيها بقى تلزق معاكي خالص، بالعكس هتخرج معاكي بمنتهى السهوله. وبس كده نفضتها من الدقيق وبقت الصينيه جاهزه معايا زي ما انتم شايفين كده. هاخد بقى على الكميه دي كوبايه كده ونص من الدقيق، وده دقيق الضحى يا بنات. طبعا استخدمي اي دقيق متعدد الاستخدامات بتكوني طبعا واخده عليه ومتاكده منه. اهم حاجه طبعا يعني انك تنخليه كويس قوي علشان كده يدخل جواه هوا، وده بيخلي بقى الكيك خفيفه ولذيذه وجميله جدا. حطيت كده الكميه كلها طبعا في طبق غويط علشان بقى اعرف انزل عليها الدقيق واقلبها. وحطيت كده يعني ايه يعني هستخدم كوبايه ونص من الدقيق على المقدار ده. هحط كمان معلقه كده مليانه من البيكنج باودر،
وعايزه اقول لكم انا مش بحط الباكو كله، انا بحط معلقه واحده بس. لما بصراحة كنت بحط الباكو كله كنت بلاقي الكيك كده اتفتح من على الوش واتشقق ومش بتبقى لطيفة خالص. لكن هي معلقة واحدة بس على اي مقدار كيك صدقوني بتبقى جميلة جدا. وطبعا رشة الملح دي مفيش غنى عنها، يعني حاولوا ما تنسوهاش خالص لان هي بتظبط طبعا الطعم بتاع الخليط. تمام. هقلبهم بقى مع بعض كويس كده طبعا، بأي مضرب سلك، بس اهم حاجة كده تضربي في اتجاه واحد علشان كمان يعني الكيكة تبقى مظبوطة معاكي. حسيت هنا الخليط تقيل شوية، يعني حطيت كده حوالي معلقتين كبار من الحليب وقلبتهم كده لحد ما ظبطت معايا، وبقى قوامها بالشكل ده. يعني ما بتبقاش لا تقيلة قوي ولا خفيفة قوي، بيكون قوامها بصوا زي قوام المهلبية كده او الرز بلبن، بيكون كده يعني ايه معدول مظبوط، فاهميني؟ ولا تقيل ولا خفيف. هخبطها كده طبعا عشان اخرج منها الهواء وتطلع كده كلها باتجاه واحد، ما يكونش بقى جنب عالي وجنب واطي. هي كده كده طبعا مش هتعلى قوي لان هي طبعا ببيضة واحدة، بس برضو هتطلع جميلة جدا. دخلتها بقى على فرن درجة حرارة 170 في الرف طبعا اللي في النص. يعني مش بتاخد وقت خالص يا بنات، يدوب من 25 ل30 دقيقة. في الوقت ده بقى رحت احضر الصوص علشان كده اول ما تخرج من الفرن احط عليها. وزي ما قلت لك ممكن يعني تكتفي بكوبايه الصوص اللي عملناه وهتبقى جميله جدا جدا. انا دايما بعملها كده وبصراحه بتبقى تحفه. بس انا بصراحه ولادي النهارده يعني طالبينها بصوص تقيل كده زي النوتيلا، فحطيتها كده على النار وحطيت كده اللهم صل على سيدنا محمد عليها معلقه من النشا ومعلقه من الدقيق وشويه كده صغيرين من الحليب وحطيتهم على النار. وانا بقلبها بقى على النار حطيت كده معلقتين كبار زيت، بس بصراحة نسيت خالص اصور المقطع ده معاكم. خلصت معايا طبعا الكيك وكانت ما شاء الله استوت، واختبرتها كده بخلة وبقت جميلة جدا جدا. مش قادرة بجد اوصف لكم طعمها وريحتها، كانت جميلة. بس الحقيقة ولادي يعني ما سيبوروش خالص ان انا اقطعها واصورها معاكم. المهم حطيت عليها كده صوص الشوكولاتة، وعايزة اقول لكم كانت تحفة يا بنات، جربوها بجد بالطريقة دي هتعجبكم. المهم ان انا عايزه اقول لكم انها كانت جميله وخفيفه وطعمها بجد خطير. عملت بقى فنجان القهوه القمر بتاعي كده واخدت قطعه، وقلت كده اروق على نفسي بقى بعد ايه يعني الروتين بتاع النهارده. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعي النهارده والروتين بتاعي، يا رب يكون خفيف على قلبكم وعجبكم واستفدتوا لو بحاجه بسيطه خالص. امان عليكي لو الفيديو عجبك حطي لايك، وكمان اشتركي في القناه علشان توصلك كل فيديوهاتي وتشوفوني على طول. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله.